البسارية الجميلة طبعا ومالية السوق الايام دي، هنعملها النهاردة بطريقة جميلة جدا جدا، طبعا غير اللي انتم متعودين عليها. البسارية يا بنات هنخللها علشان طبعا كلنا يعني مش كلنا طبعا بقى، يعني في ناس بتحب البسارية، في ناس بتحب الملوحة والحاجات دي كلها، يعني انا من عشاق الانواع دي، فسيخ، بسارية، سردينة، رنجة، وديني في المكان ده وملكوش دعوة. بص بقى، انا رحت السوق النهارده، كنت رايحه اجيب اكل، فالصراحه وانا ببص كده عند بتاع السمك لقيت عنده البسارية دي، فشدتني بصراحه، قلت اجيب كيلو واخلله. عايزه اقول لكم يا بنات جميله جدا جدا للي بيحبوها. كمان يعني بصوا انا هعملها بطريقه حلوه خالص غير اللي احنا متعودين عليها، اللي هي مثلا بصوا، في ناس كتير متعوده ان هي بتجيب البسارية وتغسلها وبعدين تحطها في مصفى من اول اليوم لحد اخر اليوم، لحد ما تتصفى من الميه بتاعتها. طيب انا اقول لكم على اللي انا عملته وازاي طلعت معايا مره قبل كده، وبعدين المره دي انا عملتها ازاي. صلوا على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. واللي لسه ما اشتركش في قناتي يا ريت تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يصلكم كل ما هو جديد من فيديوهاتي. يلا بينا يلا بينا. بصوا بقى يا بنات، انا جبت البسارية زي ما انتم شايفين وفضيتها في الطبق كده وسبتها حوالي ساعه زي ما هي كده في الطبق، ما غسلتهاش. طبعا في ناس هتقولي ازاي وما ينفعش ولازم تغسليها، بصوا عن تجربه انا غسلتها، جبتها مره قبل كده وغسلتها وبعدين حطيتها في المصفى ومن اول اليوم لحد اخر اليوم. عايزه اقول لكم برضو فيها ميه، تفهمين، عشان هي طبعا يعني صغيره جدا وبتشيل ميه. هي الطريقه الصحيحه، وجبتها من عند بتاع تخليل السردين والفسيخ والحاجات دي. الراجل نفسه قال لي البسارية دي ما بتتغسلش، ما بتتشطفش، بتتخلل على وضعها كده. فانا جبتها حطيتها شويه في الصينيه زي ما انتم شايفين وهبدا اخللها. طيب انا قلت لكم ان انا جبتها قبل كده وغسلتها، وبرده لما حطيتها وخللتها بعدها بحوالي 4 ايام بفتح عليها، هي ما بتاخدش وقت في التسويه، بفتح عليها لقيت بصراحه عزكم الله ريحتها مش لطيفه. تمام. خلاف بقى انت لو هتسيبيها كمان لمده اسبوعين 3، يعني هترميها مش هتاكليها تاني من الريحه الكريهه اللي بتطلع منها، طبعا ده من الميه اللي بتكون فيها. تمام. طيب طبعا انت حابه تغسليها دي براحتك، دي حاجه ترجع لك انت، حابه تعملي بالطريقه اللي انا بعملها بيها، بس انا بقول لكم عن تجربه. الطريقه اللي انا هعملها بيها ان انا جبتها من عند بتاع السمك وحطيتها في الصينيه كده شويه قيمه ساعه، وبعدين هشتغل على يعني عرضتها للهوا شويه وبعدين هشتغل فيها. جبت بقى حوالي 4 معالق من الملح، 4 معالق زي ما انتم شايفين، وحطيت عليهم معلقه كبيره من الشطه، وحطيت عليهم نص معلقه من البابريكا. البابريكا عشان يعني ايه تدينا لون احمر كده حلو فيها. تمام يا بنات. طبعا انا هشتغل عليها زي ما انتم شايفين زي ما انا قلت لكم كده، ودي كل مكونات تخليل البسارية. بس كده خلاص. بصوا في ناس برضو بتحط طبقة من البسارية وبعدين طبقة من الملح وترجع تحط تاني طبقة وبعدين طبقة من الملح. لا انا هعملها زي ما انتم شايفين كده، هحط كمية الملح اللي انا قلبتها على الشطة والبابريكا واقلبهم كده ارشرش كده على البسارية وبعدين اقلبها في بعضها، وبعدين هبدأ هتشوفوا انا هعملها ازاي. تمام. زي ما انتم شايفين كده ببدأ ارشرش الكمية الملح اللي انا عملتها على بعض، او الخليط الملح والشطة والبابريكا. تمام. في ناس بتحب تحط كركم، ماشي مفيش مشكلة حطي كركم، بس انا يعني عايزة اقولك اوصلك معلومة، انا بعملها بالطريقة دي وبتطلع معايا ناجحة. تمام. نفس الطريقة حابة تعمليها زي ما انا عملتها، يعني جزاك الله خيرا طبعا، ويا ريت تكتبي لي كومنت حلو وتقولي لي ايه رايك في الطريقه بتاعتي، او ايه رايك في القاء الاداء في الفيديوهات، وعامه ايه رايك في القناه عموما. حبايب قلبي واحلى متابعين في الدنيا، بحبكم في الله. بصوا بقى يا بنات، جبت كده لبست كيس في ايدي، لو انت عندك جلافز البسي، انا لبست كيس كده تلاجة في ايديا، وحاولت اقلبها كده بالملح والحاجات اللي انا حطاها، لان هي بصراحه من النوع اللي يعني ريحتها بتلبت في الايد شويه، يعني بتفضل معاكي فتره، فانا ما كنتش حابه، فرحت لبست كده كيس التلاجة في ايدي وبدات اقلبها زي ما انتم شايفين. هي كده تمام خالص، مش محتاجه الا بس ممكن احط لها كمان رشه ملح بسيطه تاني من الخليط اللي انا عملته، وهبدا بقى ايه، يعني هي كده تمام ما بتاخدش ملح كتير عامه. وبعدين بقى هحط لها كمان رشه الملح وابدا اقلبها كمان تقليبه واشوف بقى العبوه اللي انا هحطها فيها. طبعا وبعد ما قلبت كل الكميه زي ما انتم شايفين كده بالتتبيله اللي انا عملتها، هجيب بقى العلبه او الحاجه اللي انت هتعمليها فيها. عايزه اقول لكم يا بنات البسارية دي ما بتاخدش وقت خالص، يعني هي بتقعد لها حوالي 3 4 بالكتير قوي 5 ايام.
يعني 3 4 5 ايام بالكتير قوي، وبتفتحي عليها وتاكلي منها عادي. عايزه اقول لكم بقى دي خير في البيت يعني. غدا بقى هتحطيها جنب طبق عايزه اقول لك خيار وقوطه جبنه، اي حاجه بقى، في طبق فول طعميه، هتحطي منها طبق كده جنب الفطار جنب الغدا. يعني زي ما بقول لك كده، هي خير موجود في البيت يعني. حاجه كده جميله. اللهم بارك، يعني عشاق الحاجات دي هيفهموا اللي انا بقول عليه. انا طبعا بعشقها. فبصوا بقى انا جبت ايه، زي ما انتم شايفين كده، علبه السمنه. كانت عندي علبه السمنه دي كيلو، رحت جبتها وغسلتها كويس جدا، وبعدين نشفتها كويس جدا، خدي بالك. وبعدين حطيت فيها، فتحت فيها كيسين تلاجة. حطيت كيس اولاني وبعدين حطيت كيس تاني، طبعا لان انا لسلامه ان انا يعني ايه الكيس يكون مخروم او حاجه فينزل ميه. فانا ايه حطيت كيسين للامانه، يعني لسلامه ان انا اقفل على البسارية دي كويس جدا عشان ما تاخدش هوا. خدوا بالكم الحاجات دي لما بتهوى، يعني لما بتاخد هوا ما يكونش مقفول عليها حلو، ده اكبر عامل ان هي تبوظ بسرعه، سواء كانت البسارية او السردين او الفسيخ عامه. فالحاجات دي يا بنات لازم يكون مقفول عليها كويس جدا. طبعا بعد ما حطيت الكميه كلها في العلبه زي ما انتم شايفين كده، ببدا اخبطها كده خبطتين 3 على الرخامه علشان المكونات تنزل لتحت، ما تكونش كده هايشه لفوق وفاضيه من تحت. تمام. فببدا اخبطها خبطتين 3 كده عشان يبقى ايه كله على بعضه كده. هحط الكميه كلها زي ما انتم شايفين، وهبدأ بقى ايه بعد ما بخلص الكمية كلها. بجيب بقى حوالي يعني نص كوباية من الزيت، واحطها كده على الوش، وبعدين برضو اخبط خبطتين تاني، بحيث ان الزيت برضو يتغلغل جواها كده، وكل المكونات تبقى مع بعضها متجانسة مع بعضها. عايزه اقول لكم طريقتها جميلة جدا، يا ريت تجربوها على طريقتي وان شاء الله تعجبكم. وبقدم لكم الفيديو الجميل دوت، وما تنسونيش حبايب قلبي في دعواتكم، ما تنسونيش في شير ولايك وسبسكرايب للقناة. بحبكم في الله، احلى متابعين في الدنيا. ربنا يا رب يديمكم نعمة في حياتي، ربنا يجعل بيوتكم دايما عمرانة بالخير، وتسلم ايديكم وعينيكم مقدما لكل الوصفات اللي بتعملوها واللي هتعملوها ان شاء الله تعالى. بصوا يا بنات، بعد ما حطيت بقى نص كوبايه من الزيت كده بالشكل دوت، هبدا اقفل كويس جدا على البساريه بتاعتنا. يعني ممكن تربطي الكيس، انا مش هربط الكيس عشان لما اجي افتح عليها، انا صراحه مش هستنى 5 ايام، هي كلها 3 ايام بالكتير قوي هفتح عليها. هقفل عليها زي ما انتم شايفين كده اهوت بالشكل دوت، وبعدين هغطي بقى العلبه واركنها بقى كده ايه على جنب. الله اكبر، الله اعظم، والدوام لله. حان وقت الاذان يا جماعه، اترككم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.